سورة المؤمنون. سورة المؤمنون هي سورة مكية ولها من اسمها نصيب، تتحدث عن المؤمنين وعن صفة أعلى من درجة الإيمان وهي صفة الخشية وسط الآيات، وتبين حال الكاذبين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لذلك في بداية السورة يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ جلهم لنا يا رب نكون منهم ولا ندري. في ملاحظة مهمة جدا ألا وهي: إذا اجتمع الإيمان والإسلام تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا. كيف يعني؟ يعني إذا سمعت الإسلام لوحده اعرف أن هذا الإسلام يشمل الإسلام مع الإيمان لا المسلم. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان في درس، في حكمة، في آية من القرآن مع بعض، فرق بينهما. الإيمان يكون في الباطن والإسلام يكون في الظاهر. دليل كثير في سورة الذاريات قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اللي قبلها نسيتها، انه قبلها من المؤمنين وجدنا من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق الآية فرقت ما بين الإيمان والإسلام. فإذا كان الإيمان لوحده يشمل الإيمان مع الإسلام، وإذا كان الإسلام لوحده يشمل الإسلام مع الإيمان. قالوا: يا رسول الله ما الإسلام؟ في حديث قال: أن تؤمن بالله، لأن الإسلام يشمل الإيمان. في رواية أن الإيمان هو الإسلام. لكن هنا لما ذكر الإيمان قد أفلح المؤمنون شمل الإسلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قبل الصلاة هي شيء يعني ظاهر، أنا نحكي عبادة بالشيء في القلب. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل تخشع في صلاتك؟ لا، مشكلة. طب كيف أخشع في صلاتي؟ من الحل تدريب يا إخوان، تدريب. ذكر قيام الليل، أن تصلي قيام الليل لوحدك، بروفات. لابد هاي البروفات اللي يصلي قيام الليل يخشع في صلاته. لأنه إيش اللي قومك على قيام الليل تصلي؟ إلا لأنك تريد أن تصلي بين يدي الله. بروفات أي شيء، حتى الغيبة. قال بعض الفقهاء والعلماء: إذا اغتبت إنسانا لا تروح تحكي له أنا اغتبتك. قال: وجزاء سيئة فعلا من الحسنات يذهبن السيئات. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اغتبت إنسان في مجلس، إذا في مجلس آخر وأذكر محاسن، لكن لا تذكره. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نتمرن على الخشوع. والذين هم للزكاة فاعلون. مؤمن وما بزكي مشكلة. الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. في بعض الناس ناسي فرض الزكاة، ناسيها تماما. الحج في بعض الناس يملك نصاب الحج بس ما يملك الحج، سيحاسب يوم القيامة وآثم، لأن الحج من استطاع إليه سبيلا. يملك النفقة ذهابا وإيابا ونفقة البعض في أفضل الحج مميز وما عنده مشكلة. ممكن حدث السيارة، يجي سيارة أحدث ويدفع 30 40 50 ألف زيادة، لكن مش مفكر بالحج بتاتا. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم عن اللغو معرضون، ابعد عن الكلام الفاحش. بعض الناس يصلي لكن اسمعوا بالشارع المسبات إلى غير ذلك، ما حققت الإيمان، ما حققت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الإنسان بالأسلوب يذكر الله في هذه اللحظة الآن يبغضني. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تبدأ الأمانة بكتاب أستعيره من زميل وما أرجعه كثير، تأخذ أشياء من الأشخاص وما ترجعها، أنت مش أمين. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون. ما بيأخر الصلاة، خليها صلاتين وثلاث وأربعة، أولئك هم الوارثون. هذول هم الورثة الحقيقية للجنة الذين يرثون الفردوس. شوف السورة ما أجملها المؤمنون، جعلت لك نموذج بداية في المؤمنين، ثم بدأت السورة بعد ذلك بنقرأها 8 صفحات هي تشرح وتذكر صفات من لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وكيف كان حالهم. لذلك ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. لأنه الإيمان أهم شيء. ثم ذكرت السورة في ناس يسارعون في الخيرات من درجة أعلى. طبعا أنا بصلي وبصوم وأموري تمام ما فيش عندي اللوم. يعني في بعض الناس يقول لك أنا ضعت من هذا كله. لا
الله عز وجل عادل. في نفس سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مرحلة أعلى صارت في كل حياة مشفق. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هؤلاء يعني قوم بخافوا ولا يعني بيعملوا المعاصي ولا شو؟ قال: لا يتقى الصديق هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ولكن يخافون أن لا يتقبل منهم. في ناس زمنها بتقول له اتق الله، بقول لك شو مسوي يعني يا شيخ؟ الحمد لله نصلي وكذا وكذا وكذا. وفي ناس يتقي الله في أدنى الأشياء. لذلك حتى في نهاية السورة لاحظ لما كان الإنسان قد المؤمن عنده درجة من الإيمان عالي وعنده تقوى، هل التقي يخطئ؟ أرشدتنا السورة في نهايتها: إذا حزت هذين الفضلين درجة الخشية ودرجة الإيمان وصدر منك بعض الأخطاء بعد ذلك في آخر السورة وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني ترشدنا السورة إلى الإيمان وانظر إلى طريق الكاذبين، قلت لك درجة أعلى موجود. قد أخطأت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آخر السورة مهما وصلت بالإيمان والتقوى والإحسان وأخطأت قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه سورة المؤمنون، سورة مكية نزلت بعد سورة الأنبياء، لكنها في ترتيب المصحف بعد سورة الحج. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.